بيبدأ الفيلم مع بينو اللي بيكون شبه أعمى وهو في عربية الإسعاف، وفجأة بيفوق بينو وما بيلاقيش حد حواليه، فبينزل من العربية وبيفضل ينادي يمكن حد يسمعه، لكن محدش بيرد عليه. فبيحاول يكلم حد في اللاسلكي عشان يطلب المساعدة، لكن برضه محدش بيرد عليه. فبيسيب رسالة وبينزل من العربية وبيرجع مكانه تاني، وفجأة بيسمع صوت بره، فبيفتح وبيحاول يطلب المساعدة، لكن ده بيكون زومبي، وأول ما بيفتح بيهجم عليه وبيحاول بين يهرب منه. وفي أثناء هروبه بيتكعبل في واحد من طاقم الإسعاف وبيكون معدود من الزومبي، وبيقول له يهرب من المكان فورا. وبنروح لمارا واللي بتكون شرطية وبتسمع الرسالة اللي سابها بين، فبتقرر تروح تساعده، وبتركب العربية وبتحاول تبلغهم في اللاسلكي بحالة بين وإنها رايحة تساعده، لكن محدش بيرد عليها، فبتسيب لهم رسالة مسجلة. وبنروح لبين وهو بيحاول يهرب من الزومبي اللي وراه، وفي طريقه بتظهر عربية وبيطلب منهم المساعدة، لكنهم بيضربوا نار على الزومبي اللي وراه وبيسيبوه وبيمشوا. وبنروح لمارا وهي على الطريق، وفجأة بتلاقي واحدة بتعيط في نص الطريق، فبتنزل تشوفها لو كانت محتاجة مساعدة. ولما بتشوف حالتها بتقول لها انها تجيب لها بطانية، ولما بترجع تدالها بتلاقيها رافعة عليها مسدس، فبتحاول تفهم مالها وبتكمل وبتقول لها انها هنا عشان تساعدها. فبتحس مارا انها مش طبيعية، وفي اثناء ما هي على الارض بتضرب عليها مارا نار، فبتيجي الطلقة في رجلها، فبتركب العربية وبتهرب بيها. وبنروح لبين وهو بيتمشى لحد ما بيوصل لبيت مهجور، وبيفضل يتسند على الحيطان وبيحاول يستكشف المكان. وفجأة بتهجم عليه واحدة من الزومبي، فبيحاول بين يقاوم، وفي الاخر بيقدر انه يقتلها. وبيدخل جوه البيت وبيكمل استكشاف لحد ما بيوصل لحمام، وهناك بيلاقي جثة في البانيو، فبيخرج فورا من الحمام. وبنروح لمارا اللي بتحاول تطلب المساعدة من اي حد في اللاسلكي، لكن محدش بيرد عليها. وفي الوقت ده بيكون بين بيكمل استكشاف، وبيدخل عليه زومبي تاني وبيحاول يهرب منه، لكنه بيحاصره. وفي الوقت ده بتكون مارا وصلت للبيت وبتسمع صوته، فبتدخل فورا وبتقدر تقتل الزومبي في اخر لحظة. فبيطلب منها بين انها تساعده، وده لانها في الاول بتكون فاكراه زومبي، فبتقرر تساعده بعد ما بتتأكد انه مش زومبي. وبتسيبه وبتروح تستكشف البيت بحثا عن مكان امان، وبتلاقي قبر، فبتاخد بين وبينزلوا القبر، وهناك بيتعرفوا على بعض اكتر. وبيحكي لها بين عن حياته وعن زوجته اللي فقدها من مدة، وبيكمل وبيقول لها انه لما فاق حاول يطلب المساعدة لكن محدش سمعه. فبترد مرة وبتقول له انها سمعته، وانها هنا بسبب رسالة الاستغاثة اللي سمعتها في اللاسلكي. وبتكمل وبتقول له اننا لازم نخرج من هنا، وان المكان هنا مش امان. وبعد اصرار من مارا بيخرجوا، ده على عكس بين اللي بيقول ان المكان بره مش امان، وان في ناس ضربوا عليه نار وكانوا هيقتلوه، وبيكون قصده على العربية اللي شافها. وبمجرد ما بيخرجوا من البيت بيطلع عليهم زومبي، فبتضرب عليه مرة نار، لكنها ما بتنجحش تصيبه في اول طلقة ولا التانية، وفي التالتة بيموت اخيرا. فبيرجعوا للقبو مرة تانية، ده بعد ما الرصاص اللي مع مارا قل. وبتبدأ مارا تدور حوالين البيت على امل انها تلاقي حاجة ممكن تساعدهم، وبتلاقي فاس. ولما بتدور جوه البيت بتلاقي الجثة اللي شافها بين في الحمام، وبتلاقي فيه مسدس قريب من الجثة، فبتاخد المسدس وبتخرج من المكان. ولما بتدور اكتر بتلاقي حبل، فبتاخد الحبل وبتقرر تستخدمه كوسيلة مساعدة لبين لو حصلت اي حاجة. بتروح لبين مرة تانية وبتقول له انها لازم تخرج تدور على اي وسيلة مساعدة، وبتديله الفاس وبتقول له يدافع عن نفسه لو حصلت اي حاجة. وبتكمل وبتقول له على الحبل اللي هيسهل عليه الهروب لو اضطر انه يهرب، وبتسيبه وبتمشي. وبعد شوية بيهجم زومبي على بين، فبيستخدم الحبل فورا وبيقدر يخرج بره البيت، وبيفضل يطارده الزومبي. وهنا بيضطر بين انه يواجهه، وبيكون معاه الفاس. وبعد شوية مقاومة بيقدر بين انه يموت الزومبي اخيرا، وبيكمل هروب من المكان. وبنروح لمارا اللي بتوصل لمكان عربية الاسعاف اللي كان فيها بين، وهناك بيكون الراجل اللي كان بيقول لبين نهرب بتحول لزومبي وبيهاجم مارا. فبتحاول مارا تقاومه وبتضرب عليه نار، لكنه ما بيموتش من اول رصاصة ولا التانية، وبكده يكون رصاص مارا كله خلص. وبتفضل مارا تقاومه وبتقدر انها توقعه، فبيتخبط في دماغه وبيموت. ولما بتدخل العربية بتلاقيها مش شغالة، فبتسيب رسالة استغاثة. ولما بتدور في العربية من ورا بيلفت نظرها ورق يخص قضية بين، وفي اثناء ما هي بتقرا بيطلع عليها زومبي تاني، لكنها بتصعقه بصعق الكهرباء وبتضربه بالسكينة وبيموت. وبنروح لبين اللي بيكون وصل لبيت منور، واول ما بيقرب من البيت بيطلع صاحب البيت وبيضرب عليه نار لانه بيكون فاكره زومبي، لكن لحسن الحظ الطلقة ما بتجيش فيه بشكل مباشر،
منتشر. ولما بيتأكد صاحب البيت انه لسه عايش ومش زومبي بيدخله جوه البيت وبيحاول يعالجه. ولما بيفوق بيديله صاحب البيت حاجة يشربها وبيتكلموا. وبيقول صاحب البيت وهو متأثر انه كان ليه صديق وكانوا بيصيدوا في الزومبي كنوع من التسلية. وبيكمل وبيقول انهم شافوه على الطريق وهم بيصطادوا لكنهم كانوا فاكرينه زومبي. وهنا بنعرف انهم هم اللي ضربوا على الزومبي اللي وراه نار في اول الفيلم. وبيقول كمان صاحب البيت انه احتمال يكون اتعض من الزومبي وانه لازم يقتله والا ممكن اتحول في اي وقت واقتلك. وبيديله البندقية فبيرفض بين انه يقتله وبيدخل اوضة تانية وبيقفل الباب. وفي الوقت ده بيسمع صوت زومبي بره فبيبص من الشباك. وفي اللحظة دي بيكون صاحب البيت اتحول لزومبي بالفعل وبيحاول يكسر الباب ويهاجمه. وفي حتة تانية بتكون مرة هي كمان وصلت للبيت اللي بين فيه وبيطلع عليها 2 من الزومبي لكن مرة بتقدر تقتلهم. فبيسمعها صاحب البيت اللي بيكون اتحول لزومبي وبيهجم عليها. وفي الوقت ده بيخرج بين وبيقدر يقتله قبل ما يقرب لمارا. وبيقابل مارا وبيمشوا من المكان لحد ما بيوصلوا المصنع وبيدخلوا. وهناك بتكون مارا تعبانة جدا وبنكتشف انها كانت حامل من البداية. فبتقول لبين يهرب ويسيبها فبيرفض بين وبيقول لها انها لسه قدامها وقت ولازم تخرج من هنا قبل ما تولد عشان لو ولدت هنا هتموت هي وابنها. وبيوعدها انه هيخرجها من هنا مهما حصل. وفي الوقت ده بيبدأ بين يشوف تدريجيا وبيحاولوا يهربوا من المكان. وهنا بيهجم عليهم زومبي وبيقدروا يقتلوه. وفي الطريق بتتعب مرة تاني فبيفضل بين يحفزها وبيقول لها انهم هيخرجوا من هنا بأي تمن. وبيفضل بين يقتل في اي زومبي يقرب لهم لحد ما بيوصلوا لباب الخروج. وهناك بيخرج بين مارا وبيقفل الباب وبتفضل مرة تترجاه يفتح لها الباب ويخرجوا سوا لكنه بيرفض وبيقتل كل الزومبي اللي كانوا موجودين هناك. وبتفضل مرة تزحف لحد ما بتوصل للطريق وبمجرد ما بتوصل بيغمى عليها من التعب. ولما بتفوق تاني يوم بتلاقي حد مدد لها ايده وبيساعدها وبيتم انقاذ مارا وابنها اخيرا وبينتهي الفيلم. يا ريت بقى لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.